الأغنية الدينية قبل ما تكون حالة هي مسؤولية كبيرة يعرفها كل اللي غناها. عشان كده بنلقى مطربين كتير إذا سعوا ناحيتها بيبقوا عارفين مكانتها ومعناها في ثقافة شعب شديد التدين. أجيال ورا أجيال من اللي غنوا الأغاني الدينية عكسوا حب الناس وأحاطوا الأغنية الدينية وأحاطتهم بالهيبة والجلال. الفنان الذي أقدم أخيرا على غناء ديني ترسخ في قلوبنا رغم أنه سطع في النصف من شعبان. محمد ثروت هيكون لنا معاه دلوقتي كلام مسؤول. ومن كلام الفنان محمد ثروت: اتجاهي للأغاني الدينية لم يكن بتوجيه من أحد، ويكفيني فخرا أن أكون صاحب لون ديني. وعلى أي حال نحن جميعا درسنا في المدرسة أن بسم الله أحلى كلام. الاحترام للفن لم يعد كل شيء، لأن المطرب المطلوب الآن لابد له من تسبيل عينيه، وأن يكون هيمان وله تسريحة وبدلة معينة حتى يعلقوا صورته في غرفهم الخاصة. لم أبتعد ولكني لا أجيد لعبة المصالح، لذلك لا يتذكرني المنتجون والمخرجون، والحمد لله أن أعمالي كلها مشرفة ولا أخجل منها. وأخيرا قال الفنان محمد ثروت: الهدف من الأغاني الهابطة هو تمييع الثقافة العربية وجعلها ضحلة وتافهة، وللأسف المطربون الشباب يفضلون اتباع السهل. الأغاني الدينية مش بس حنين لزمن وقيم ومبادئ، دي ساعات بتبقى طوق نجاة للغرقانين في بحر المتاعب اليومية والمضغوطين جوه صندوق الدنيا المليان بالأزمات والمشاكل. الأغنية الدينية زي ما المؤلف والملحن والمطرب محتاجها، كمان المستمع مستنيها على شوق يتمم فرحته بالمناسبة اللي بتتقال فيها، وساعات في لحظة صفا حتى من غير مناسبات. الفنان محمد ثروت هيكون لنا معاه دلوقتي حالا كلام مسؤول. ارحب بالفنان محمد ثروت. منورنا يا استاذ محمد. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. النهارده هنتكلم على الاغنيه الدينيه. قول لي الجو اللي ممكن يخلي مطرب فجاه يغني اغنيه دينيه او يتجه للغنى الديني، ده بيبقى مرتبط بظل من الطفوله مثلا، ولا محتاج حد افضل يكون عايش جو مشايخ فيعرف يغني غنى ديني، ولا المطرب فجاه بقى عايز يغير؟ لا، هي مش مساله ان المطرب عاوز يغير. احنا بنتكلم الاول في الاغنيه الدينيه وارتباطها بينا كمصريين. هي جزء من تكويننا. يعني لما حد من العيله بيروح الحج بنغني، لما بيجي شهر رمضان بنغني، لما بيكون في تجمع في الاسره حد نجح بيعملوا ختمه وبنغني. مش بنغني غنانا العادي، بنغني غنى تراثي ديني، او بنستقدم احد المشايخ علشان يعمل لنا الاحتفاليه. ناهيك عن ان الموالد والاحتفالات الدينيه دي لها مكان مميز في حياتنا كمصريين. فالمطرب بيكون جوه تكوينه رغبه في انه يغني ديني، ده لو هو عنده القدره على الغناء الديني. ايه الفرق بقى؟ يعني ايه القدره يعني اللي يحتاجها مطرب عشان يغني؟ لما يغني عاطفي دي قدره، ولما يغني ديني قدره تانية خالص يعني. اولا الغناء الديني في معظم الاحيان بيكون بلا آلات موسيقيه، يعني بيسموه المبتهل، او بيقول توشيح موشح. يعني ده اغلب الاغاني الدينيه كده، لكن هو لازم يكون عنده القدره على اداء هذا اللون الصعب اللي بيعتمد في كتير من الاحيان على الارتجال في النغم. يعني ممكن قوي قوي يبقى الصييت اللي واقف او المنشد او الشيخ بيحفظ بعض ابيات الشعر ويرتجلها لحنا، وممكن في بعض الاحيان بيرتجل الكلام ايضا. يعني طب احنا يعني مش محتاجين، مش دايما محتاج المطرب او المنشد في الحاله دي فرقه موسيقيه معاه او تخت يعني خالص. طب احنا معناش فرقه ولا موسيقى. طب ورينا ازاي يعني عملي. وريني ازاي يعني عملي كده. في العملي احنا ندخل في العمل. سبحان رب الوجود
الواحد المعبود الدائم الموجود من صاحب الملك ده من مبدع الآيات مين اللي أبدع كده في الأرض والسماوات مين اللي شق الجبال بمية تجري حياة مين اللي خلى الجمال يتقال عليه الله 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 الله